عمرك شفت السعر يكسر الدعم وبعدين يرجع يلمسه تاني قبل ما ينهار؟ دي مش صدفة، ده سلوك متكرر في السوق. خليني أوضح لك ببساطة. منطقة الدعم هي المكان اللي المشترين بيدخلوا فيه بكثافة، فالسعر بيرتد منها لفوق. لكن لما القوة بتتحول ناحية البياعين بيكسروا المنطقة دي نزولاً، ووقتها المشترين القدام بيبقوا خسرانين. فإيه اللي بيحصل؟ السعر بيرجع يختبر المنطقة اللي اتكسرت، واللي كانت دعم بتتحول دلوقتي لمقاومة. نفس الفكرة بالعكس، لما المقاومة بتتكسر لفوق المشترين بيسيطروا، والسعر بيرجع يختبرها قبل ما يكمل صعود. الفكرة هنا إن السوق بيغير الأدوار بين المشترين والبائعين، وده اللي بيخليك تدخل من أنسب نقطة بدل ما تطارد الحركة. لو فهمت دي، استنى الحلقة الجاية، حلقة الفجوات السعرية Fair Value Gaps.